طيب يا شباب، معانا دلوقتي الفارماكولوجيكال ثيرابي بتاعت ايه ال الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا او الفنتليتور اكوايرد نيمونيا او الهيلث كير اكوايرد نيمونيا، عايز تسميها زي ايه ما تسميها. هو بيقول لك هنا الاول كانوا مسميين النيمونيا دي نوزوكوميال. يعني ايه نوزوكوميال؟ يعني هوسبيتال اكوايرد. بس بعد فتره لو ان في تقسيمات، قال لك انا مش هوسبيتال اكوايرد دي يعني مش لازم من مستشفى بس، ده ممكن من هيلث كير، حد شغال في المستشفى. تمام، ممكن من الحاجات اللي كان بيستخدموها معاه في المستشفى، او حد مثلا جه ظرفه في المستشفى، او هو من المستشفى نفسها. يعني الاوضه مثلا اللي قاعد فيها او كده، قال لك لا ده انا مركبه على فنت، ده ممكن الفنتليتور هو اللي عمل له، ففنتليتور اسوشيتد ايه نيمونيا. بيقول لك هنا بنستخدم مش عارف امبريكال سelection اوف انتيبيوتيك ثيرابي. الكلام ده كله ايه نيجي دلوقتي ايه هفصصه لك. طيب تعالى كده نفصص ايه الكلام ده. طيب، هي اول حاجه عندي هنا نوزوكوميال. يعني ايه نوزوكوميال يا شباب؟ نوزو انا قاسم لك يعني خدت بالك انا قاسم الكلمه نصين، نص شايف بلون ونص بلون تاني. نوزو يعني انفكشن، ماشي، وكوميال دي طبعا ده بالجريك باليوناني، ماشي. والكوميال دي معناها ايه؟ كوميال دي معناها هوسبيتال، يبقى هوسبيتال اكويرد ايه انفكشن، كان اسمها زمان كده. دلوقتي في العصر الجديد سموها بقى هوسبيتال اكوايرد وهيلث كير اكوايرد وفنتليتور اكوايرد. المهم ان هو ايه انفكشن جاله في الزفت المستشفى. تمام، طيب بسيطه. نيجي نخش دلوقتي ايه التو فاكتورز اللي بتافكت الامبيريكال سيلكشن. واحد هيجي يقول لي ثانيه واحده ستوب كده، يعني ايه امبيريكال سيلكشن اصلا؟ قلنا الامبيريكال سيلكشن زي ما انت فاكر او تفتكر كنت بقول ايه؟ كنت بقول لك الامبيريكال سيلكشن ده ان انا ادي برود سبيكترم انتبيوتيك في الاول، ماشي. بعد كده تمام، لما اعمل السنسيتيفيتي بتاعتي بعمل ايه؟ الطبيعي ان انا عرفت الاورجانيزم اللي قدامي ده جرام نيجاتيف مثلا، فهديله مثلا فورس جنريشن كيفالوسبورين، فهركز على الحاجه اللي انا عرفتها، وبعدين فهعمل ناروينج للثيرابي او هدي ثيرابي ضيقه. خلي بالك انا في البرود سبيكترم ده بضرب جرام نيجاتيف، بضرب جرام بوزيتيف، بضرب اتيبيكال بكتيريا زي اللي شرحناهم، الليجيونيلا والايه والشله الجميله دي والكلاميديا والبلاوي الزرقاء دي، واخد بالك. فانا في البرود سبيكترم دي زي ما قلنا بقى وشرحنا ان انا ممكن اضرب الفلورا وهكذا. فانا بعمل ايه امبيريكال سيلكشن في الحالات دي؟ لازم اعمل برود سبيكترم. ده عيان عندي في المستشفى غالبا محجوز في الاي سي يو، عندي في المستشفى وهو قاعد على فنتليتور اصلا، فهو حالته سودة، لو جاله نيمونيا خلاص كده ايه هيودع مننا. تمام، ده بالنسبه ايه للجزء ده. يبقى انا عندي تو فاكتورز افكت الامبيريكال ايه سيلكشن اللي احنا لسه شارحينها. عندي اول حاجه الاونست اوف اللي هو ادميشن تو هوسبيتال. يعني معلش الراجل ده بقاله قد ايه عندي في المستشفى؟ لان هم لو لقوا لو الاورجانيزم ده بدا ظهر عليه على طول اول ما دخل المستشفى بعد يومين او 3 ايام، غالبا بيبقى كوميونتي، حاجه من الكوميونتي. لا ده هو ايه حد هيلث كير مثلا ايه عنده برد ولا دور برد ولا حاجه، قالوا ايه اسمه ايه ده انفكشن بسيط، حاجه من الكوميونتي بقى، الاستاف الاستريبت الايه الحاجات دي كلها. طيب، طيب لو بقاله اكتر من 5 ايام، غالبا لو حد بقاله اكتر من 5 ايام في المستشفى او بالذات في الايه محجوز يعني ايه في الاي سي يو، غالبا اصلا الاميونيتي بتاعته هتلاقيها ايه واقعه. فبالتالي هنركز او هناخد بالنا مع الايه المالتي دراج ريزيستنت او الحاجات الاتيبيكال زي الايه السودوموناس وايه وامثالها. طيب يبقى احنا كده ايه فهمنا ليه الاونست اوف الادميشن بتاثر. ده ممكن سؤال يجي لك مثلا اي سي يقول لك قول لي النيوميريتد تو فاكتورز اللي بيأثروا على الامبيريكال سيلكشن، او يجي لك يقول لك مثلا عندي يديك 4 اختيارات يقول لك مين في دول بيأفكت الامبيريكال سيلكشن، واخد بالك هكذا يعني. تمام، زائد بنشوف الريسك فاكتور اوف الام دي ار اورجانيزم. يعني ايه الريسك فاكتور؟ زي ما قلت لك العيان ده بيبقى له اميونيتي، نشوف هو له اميونيتي ازاي. هل عنده سيفير ايلنس مثلا؟ تمام، هل عنده كرونيك لانج ديزيز؟ هل هو اميونو سبريست بيشنت ولا ايه نظام الراجل ده ايه؟ تمام، ده بالنسبه لايه التو ايه فاكتورز. كلام بسيط كده ويعتبر شبه نظري ورخم شويه، ولكن لا غنى عنه لان ممكن يجي عليه اسئله يعني طبعا بعد ما النظام الجديد بتاع الاسئله ده ظهر وشفنا الاسئله اللي كانت في الماسكلو دي، فممكن طبعا يجي ايه سؤال زي الايه السؤال ده. تمام، طيب انا عندي هنا حاجتين، عيان هاي ريسك وعيان لو ريسك. تتوقع مين العيان الهاي ريسك؟ الله ينور عليك، اللي هو عنده الام دي ار او بيسموه. يعني ايه ام دي ار اصلا؟ لسه انا قلتها بوي بس ما كتبتهاش. مالتيبل دراج ريزيستنت اورجانيزم، ماشي. دول ايه الام دي ار دراج
وده ريزيستنت اور ايه اورجانيزم، الام دي ار اورجانيزم دول، تمام. مالتيبل دراج ريزيستنت ايه اورجانيزم. فاكيد اللي هيبقى عنده المالتي او المالتيبل دراج ريزيستنت اورجانيزم او الام دي ار، سميها زي ما تسميها، هيبقى هو العين الهاي ريسك، لان ده اورجانيزم رخم محتاج اضربه ب 500,000 حاجه زي ما هنوضح دلوقتي. لكن اللو ريسك ايه اموره بسيطه، هنرزعه الريجيمين اللي كنا بنديها فين، اللي كنت بديها لك فوق في الكوميونتي اكوايرد ايه نيمونيا، هنديله حاجه فلوروكوينيلون يضرب كله مثلا، او هديله حاجتين مع بعض بيتا لاكتام مع ايه اخوه اللي هو الماكرولايد او ايه التترا سايكل اللي هو الدوكش سايكل، تمام. واضح واضح. طيب اللو ريسك او الايرلي اونست تسميه بقى زي ما تسميه، اللي بقى له 48 ل 42 ساعه في المستشفى. ده خلي بالك دي ممكن تبقى كلمه في الكيس، يعني لو قال لك راجل بقى له 48 او 72 ساعه في المستشفى، ما بقى له 3 ايام مثلا في المستشفى، وجاله انفكشن وعنده الحاجات بتاعت النمونيا، بيكحكح وبينف وبيتف وحالته منيله ب 60 نيله ومش عارف ياخد نفسه، فغالبا هتفكر ان هو له ريسك، فتقول له ايه الريجيمين اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، تمام. طيب لو جالك قال لك عيان بقى له عندي 5 ايام في المستشفى وجاله انفكشن والراجل حالته ايه خربانه خالص، فغالبا ايه فوق ال5 ايام، فغالبا هشك ان هو ام دي ار او ايه سودومونس. طيب الايرلي اونست بنستخدم معاهم ايه؟ الله ينور عليك، ده استخدامه هيبقى مختلف شويه. هنديله الثيرد جنريشن كيفالوسبورين ده، اللي هم ايه السيف ترايكزون، انا بسميهم سيف تراي، سيف بيحاول وسيفو، سيف وسيفو، يعني سيف ترايكزون، سيف 3 تراي يعني 3، وده سيف، وفي سيفو بدلعه الدلع بتاع سيفو، تمام. يبقى هو ايه الدلع بتاع سيفو اللي هو ايه سيفو، ماشي. الدلع بتاع سيف اللي هو سيفو، ماشي. يبقى هو السيف ترايكزون والسيفو ايه تاكزايم، تمام. او افتكر ان الاثنين فيهم تي، سيف ترايكزون وسيفو ايه تاكزايم. ده بالنسبه ايه للثيرد جنريشن كيفالوسبورين. بنديهم ليه يا صديقي؟ عشان اضرب الجرام بوزيتيف وشويه من الجرام نيجاتيف، خلي بالك لان ده ايه كيفالوسبورين ثيرد جنريشن، فكل شويه بيبقى جرام نيجاتيف ايه اكتر. وهدي البوب الكبير او اللي بيضرب كله بقى اللي احنا عرفناه بيضرب اتيبيكال وتيبيكال، هندي الفلورو كوينيلون، او ممكن ندي ايه الفلورو كوينيلون. يبقى ندي فلورو كوينيلون ليه؟ هيضرب كله بوزيتيف بنيجاتيف باتيبيكال، يعني الراجل ايه مش متوصي. بس خلي بالك انا هنا مش عايز الاتيبيكال قوي، ليه؟ لان انا زي ما قلت لك لو ريسك اصلا غالبا هيبقى حاجه كوميونتي، فمش محتاج اول فلور، تمام. او هندي الامبيسيلين بلس السلبكتام. ايه الامبيسيلين ده؟ الله ينور عليك، ده ايه بنسلين، بس احنا عارفين ان الراجل ده ايه غالبا في مستشفى، والبكتيريا اللي ممكن تجيله ممكن تبقى بتطلع بيتا لاكتاميز، ماشي. لما بتطلع البكتيريا دي بيتا لاكتاميز هتكسر لي الامبيسيلين، مش هيبقى ليه لازمه، فهدي معاه سلبكتام اللي هو بتاع الكلاف ايه اللي هو بيطلع الكلافيرونيك اسيد اللي بيكسر البيتا لاكتاميز ايه انزيم، تمام. يبقى ده ايه؟ يا هديله ثيرد جنريشن كيفالوسبورين، يا هديله ريسبيراتوري فلونيكوينولون. انا لما بدي الثيرد جنريشن بضرب ايه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وانا غالبا هيبقى عندي الاورجانيزم هيبقى كده صعب يبقى تيبيكال، لان انا لو ريسك زي ما قلت لك. طيب يا اما هديله فلوروكوينولون وابقى خلصت دماغي، لا تقول لي بقى لو ريسك ولا هاي ريسك، انا هدي اضرب الاتيبيكال بالمره اللي هو موجوده، تمام. او هدي الامبيسيلين ايه والصلبه اكتام عشان حته البيتا لاكتاميز ايه بكتيريا. ده بالنسبه ايه للجزء ده. طيب ماشي، نخش على جزء ايه الهاي ريسك يا صديقي. جزء الهاي ريسك انا قلت لك غالبا هنلاقي سودوموناس البلوه الزرقاء، فبالتالي سودوموناس هديها ايه انتي سودومونال بيتا لاكتام، ماشي. انتي سودومونال بيتا لاكتام دول هم حرفيا تو بيتا يعني نوعين من الكيفالوسبورين. يا بندي الحاجات الميرو بنم والحاجات الاخيره البنم دي، لا قلناها فعلا عندها افيكاسي او بتاثر على السودوموناس او تقدر تموت السودوموناس. ونوع من انواع الكيفالوسبورينز اسمه السيفي بايم، ماشي. ده بالنسبه لايه الجزء ده. ممكن في الاخر ارجع برضو ازود لك كام واحد كده، بس خلي بالك في دماغك دول اي حاجه اخره بنم، سواء بقى ميرو ارتا اي بتنجان اي حاجه اخرها بنم هنرزع له. قال لك بتنجان بنم يبقى هو ايه تبع عيله الميرو بنم، تمام. او السيفي بايم اللي هو ده نوع مخصص او نوع واحد من الكيفالوسبورين. اغلب الكيفالوسبورين لو قال لك انها بتموت سودوموناس يبقى بيضحك عليك في السؤال، او اي حد قال لك كده. هو نوع واحد وغالبا السيفي بايم، وهتاكد لك منه برضو، تمام. انا ممكن ابقى ناسيه، ماشي. طيب هندي دول، هندي ايه تاني؟ طبعا الريجيمين المعروفه اللي احنا كنا قايلينها فوق، فلوروكوينيلون او الازيثرومايسين، واحد من الاثنين دول. وعشان ازود او اعمل انهانسمنت للانتي سودومونال اكتيفيتي بتاعت البيتا لاكتام هديله ايه الامينو جلايكوزايد، يبقى اميكا وتوبرامايسين. عايزك تفتكر معايا انا قلت الكلام ده فين فوق؟ الله ينور عليك، قلت الكلام ده فوق في الناس اللي في الاي سي يو. يبقى ايه نفس الريجيمين بالظبط تقريبا، مفيش حاجه تانية اللي هزوده لك عليها. اللي قلنا بس زياده ان في هاي ريسك وفي لو ريسك، قسمناها تقسيمه ايه زياده.
يبقى احنا قلنا ايه؟ عندي هاي ريسك هنديله الريجيم بتاعت السودوموناس، السودومونال والفلورو او الازيثرومايسين اللي هو الماكرولايد، بس قلنا ليه الازيثرومايسين اقوى ماكرولايد وشرحناها فوق. وهندي عشان نسرع العمليه شويه لان العيان حالته صعبه، هنديله الاميكامايسين او التوبرامايسين اللي هم ايه؟ امينو جلايكوزايد، عشان بيساعدوا السودومونال بيتا لاكتام في ان هو ايه؟ يشتغل. الله ينور ايه؟ الله ينور عليك. طيب ده كده بالنسبه ايه للجزء ده. للجزء الايرلي هراجع لك عليه. واحد بقى له يومين ثلاثه في المستشفى، والله يا دكتور لان انا مش عارف فجاه كان داخل وبعدين بقى عيان من يومين كده عيه ولا ايه، بقى له ايه من ساعه ما دخل امبارح كده عيه ولا حاجه، هو بقى له 3 ايام داخل. خلاص بقى له 3 ايام داخل، اديله ثيرد جنريشن كيفالوسبور. تمام، هيضرب لك البوزيتيف والنيجاتيف، او ريسبيراتوري فلوريكونيرول لو انت عايز تريح دماغك وتضرب الاتيبيكال معاهم، او امبيسيلين وسالبكتام. ليه سالبكتام؟ عشان الكلافيولينيك اسيد اللي هيدمر البيتا الايه، او يموت البيتا لاكتاميز. تمام، نيجي للبيج بوس اللي شرحناه فوق، هو مين؟ الكوميونتي بقى اكوايرد، او دي مش كوميونتي اكوايرد، اللي هي المرسا اللي بنسميها الميسيسيلين. ثانيه واحده نكتب كده، الميسيسيلين ريزيستنت، ماشي، ستاف. طيب ميسيسيلين ريزيستنت ستاف، يعني هي ميسيسيلين ده البروتوتايب بتاع البنسلينز. مين البنسلين اللي انا عمال اقولها في الصبح؟ البيتا لاكتام، الميروبينم، بسم الله الرحمن الرحيم، الازيتورينام اللي قلناه فوق، ايه تاني؟ الكيفالوسبورينز، كلهم دول ايه؟ بنسلينز. طيب لقوا ان هم بايه؟ قلنا هندي فيهم ايه؟ هندي الانتي سودوموناس بيتا لاكتام، ده هندي نفس الريجيمن بتاع اسمه ايه ده، بسم الله، نفس الريجيمن بتاع الهاي ريسك اللي احنا لسه قايلينه فوق، اللي هو الانتي سودوموناس مع الامينو جلايكوزايد، عشان الاثنين دول ايه؟ سينرجيستيك افكت. تمام، لو في حاجه تانية غير الايه؟ غير المرسى، ما انا سسبكت المرسى، انا مش متاكد ان في مرسى. انا لو متاكد خلاص ان في مرسى والسنسيتيفيتي والكالتشر طلعت، هرزعه على طول فانكومايسين اور اللينيزوليد او اللينيزولايد. ليه؟ لان انا مش عايز اديله الحاجات التانية دي، انا عايز اعمل ايه؟ نارو للسبيكترم. فانا لو اتاكدت ان هي مرسى، ايه؟ هديله الفانكومايسين او اللينوزايد. لو انا سسبكت لسه، يبقى هديله بقى ايه؟ انا متوقع ان في حاجه ريزيستنت. طب هي سودوموناس، مرسى، فيرسا، لسه فيها ايه؟ ما اعرفش. فانا ايه؟ بديله الحاجات دي يعني ايه؟ زياده تاكيد. يبقى هديله الانتي سودوموناس بيتا لاكتام، امينو جلايكوزايد، الازيثرومايسين او الماكرولايد، والايه؟ الفانكومايسين. برضو ايه؟ هقول لك على حاجه كده هنا، تخيل معايا، هنشوف كيس دلوقتي. انا جيت قلت لك ان انا في كيس جات لي، العيان كان تعبان جدا، بدات معاه، كان جاي مثلا من بره او هو عندي في المستشفى، بدات معاه اديته في الاول بيتا لاكتام وماكرولايد، لقيته ما اتحسنش. تمام، قمت مدي فلوروكوينيلون، لقيته ما اتحسنش. قمت داخل ما انا شاكك كده ان في حاجه غالبا، اي حاجه شمال، في حاجه ريزيستنت. قمت قلت خلاص دي ممكن غالبا سودوموناس، اديته انتي سودوموناس بيتا لاكتام، امينو والامينو جلايكوزايد والازيثرو او الفلورو، ولقيته برده ما اتحسنش، يبقى انا كده غالبا مرسى. انا لسه لغايه دلوقتي الكالتشر ما طلعتش، الكالتشر دي بتطلع في 5 ايام، ومش هقدر اسيب العيان عندي قاعد عنده نيمونيا 5 ايام، هيموت اول ما الكالتشر تطلع يكون مات. فانا ببدا الامبيريكال او البرود دي، وفي الاخر ببدا ايه؟ لما بيطلع لي بقى السنسيتيفيتي كالتشر وهكذا، ببدا ادي للعيان ايه؟ الدواء بتاع البكتيريا اللي طلعت لي في الكالتشر دي. طيب نرجع للعيان الثاني، والله اديته الحاجات بتاعت السودومونال، ما برده ما حصلوش حاجه ولسه تعبان، يبقى انا كده غالبا ميرسي، يبقى ادي الفانكومايسين اور اللينوزولايد. لقيته اتحسن، يبقى هو كان عنده ميرسي. تمام. طيب افرض انا كنت اديته الانتي سودومونال واتحسن على طول، يبقى هو كان عنده سودوموناس، واخد بالك؟ هي كده بالظبط، الكيس هتيجي كده يلعبك على ايه؟ الحاجات دي، ويقول لك لا طب ده هتدي له ايه دلوقتي؟ هي استبات كلها ايه؟ ماشيه مع بعضيها. ده كان بالنسبه ايه للجزء ده. كده فاضل الجزء بتاع الكف، هنشرحه ايه الفيديو الجاي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رجعنا لكم مع الميكانيزم اوف كف. طيب، او اخر بقى جزء عبيط، الثيرابي اوف كف عموما. طيب انت لما يعني في حياتك كده اكيد شفت نوعين من الاشخاص بيكحوا. يعني ايه نوعين من الاشخاص بيكحوا؟ يعني في اختلاف، واحد بيكح كحه ناشفه، يقول لك انا عمال اكح كحه ناشفه يا دكتور ما بيطلعش حاجه. واحد بيقول لك لا ده انا بكح كحه ببلغم. تمام، سواء بقى بلغم ده لونه طبيعي، لونه اصفر، لونه اخضر، ايه مش قصتنا ايه دلوقتي. الفكر ان هو ايه؟ عندي مشكله دلوقتي، واحد بيكح كحه ناشفه، وواحد بيكح كحه ايه؟ ببلغم. طيب تمام. طيب عشان نعرف ازاي اعالج اصلا الموضوع ده، الاول لازم افهمك ايه الميكانيزم بتاع الموضوع، او انت بتكح ليه، او ايه هي فايدة الكحة، وهل الكحة دي على طول حاجة وحشة ولا هي حاجة حلوة، ولا هي ميكس ما بين الاتنين. فيلا بينا ايه نشوف. طيب اول حاجة، انت زي الشاطر كده بلعت ايه؟ دست مثلا من الهواء، او دخلت لك بكتيريا او اي حاجة عموما عملت لك ايه؟ اريتيشن، دخلت في الايه؟ في الريسبيراتوري تراكت بتاعك. تعال نقرب ونصغر الخط على قد ما نقدر، نخليه ايه؟ 1. يلا
طيب ماشي. انت هنا اهو، ده الريسبيراتوري تراكت بتاعك الجميل. في هنا المفروض بيبقى فيه في المنطقه دي زي ريسبتورز كده صغيره. الريسبتورز دي بتعمل ديتكشن لاي ايه irritation. انت الحاجه اللي كانت في الجو دي اللي انت بلعتها او دخلت في الريسبيراتوري تراكت بتاعك او في الفارنكس عندك، عملت irritation لايه الريسبتورز دي. طيب هل الريسبتورز دي هتسكت او هي موجوده هنا ليه؟ حصل لها اريتيشن. لما بيحصل لها اريتيشن كالعاده اي ريسبتور ايه يقول لك ايه، هروح اجيب لك ابويا. يعني اروح اجيب لك ابويا، يعني اقوم عامله رايحه، انا عملت سنسيشن، حست بالسنسيشن، قامت رايحه باعته لايه، لعمه المخ. راحت باعته للمخ في منطقه معينه في المخ بنسميها ايه، الريسبيراتوري سنتر او الكاف سنتر بالتحديد، يعني ايه سنتر. تمام. المخ هيسكت؟ مش هيسكت، هيقوم جاي كده نغير اللون، ماشي نخليه اهو احمر. هيقوم جاي المخ كده يا باشا باعت هنا. هل هو هيبعت لللنج؟ هيعرف مش هيبعت لللنج، هيبعت لايه، للريسبيراتوري ماسلز. ماشي، ماسلز، ثانيه واحده. هيقوم باعت للريسبيراتوري ايه، ماسلز. بعت للريسبيراتوري ماسل دي هتقوم عامله ايه الريسبيراتوري ماسل؟ الله ينور عليك، هتعمل كونتراكشن. يحصل ايه فيها، كونتراكشن، هي والديافرام اللي تحت ده. تمام. اول ما يحصل كونتراكشن في الريسبيراتوري ماسل دي، انت جرب كده كح دلوقتي تعمل ايه شفت اللي في الاول دي بيسحب هواء يوسع، يخلي الديافرام ينزل لتحت. تمام. وبعد كده يقوم حاصل ايه، يحصل كونتراكشن للديافرام بسرعه، والريسبيراتوري ماسل يقوموا عاملين ضغط، يضغطوا على اللنج كده. تمام. وعلى طبعا ايه، على التراكت نفسه. فيعمل ايه، يطلع الفورين بادي او الحاجه اللي ايه، اللي هي دخلت هنا. تقوم انت على طول ايه، كح ومطلع الحاجه. تمام. هتطلع الحاجه دي بايه بقى، هتطلعها ببلغم. لان انت طبعا ايه، لازم هتراب الفورين بادي هنا ده بالبلغم. عندك المفروض ايه، في سكريشنز في الريسبيراتوري تراكت، فيطلع ايه، بلغم كده من بقك. تعال نخليه بالاخضر. ماشي، هيطلع لك البلغم ده من بقك كده، سواء لونه اخضر لونه اصفر ايا كان ايه لونه. يبقى القصه في ايه، ان انت عندك حاجه دخلت عملت اريتيشن في الريسبيراتوري تراكت بتاعك. بعد ما عملت الاريتيشن جسمك حس بالموضوع ده، قام باعت للمخ، يلا يا مخ اشتغل. وانت ما عندكش اي مشكله، خلي بالك عندك بلغم عادي في جسمك. المخ ايه، كونتراكشن، عمل كونتراكشن في الديافرام والريسبيراتوري ماسل جامد وبسرعه، قام مطلع الحاجه دي، عمل لها اكسبل لبره او طردها ايه، بره الجسم. طيب فكر معايا كده، عايزك تفكر معايا دلوقتي. انا لو جيت قلت لك دلوقتي ايه الادويه اللي انا ممكن اقولها لك في الموضوع ده، انت ايه اللي هتعمل لك المشكله؟ احنا قلنا عندنا ميوكس، ماشي، بيبقى موجود. الطبيعي ان الميوكس ده بيبقى ليه فيسكوسيتي محدده. ليه؟ عشان يقدر يستك او يمسك في الفورين بادي ده ويطلعه بره الجسم. لا هي عاليه قوي تخلي جسمك ما يعرفش يطرده، كان نوت الاكسبل الميوكس، ماشي، ولا هي ضعيفه قوي انها يبقى ما فيش ميوكس اصلا، يا تبقى مش قادره تعمل اكسبيل برضه، مش قادره تمسك او تستك في الايه، في تعالى نكبر الخط شويه، ان هي تمسك في ايه البكتيريا دي او الحاجه دي. تمام. طيب ده كان ايه بالنسبه للموضوع ده. يبقى انا لما اجي هنا احكي لك او اقول لك ان انا هدي دواء، يبقى هقول لك دواء هندي اول حاجه دواء يقلل الميوكس، ماشي، يا هديك دواء تاني برضو يعمل ايه في الميوكس ده، دواء هيكسر الميوكس نفسه، او دواء يزود الوتري سكريشن، ماشي، عشان ايه، يخلي الميوكس ايه، اقل لزوجة، او يخليه يعمله ثيننج او يرفعه من الاخر. ماشي. يبقى ايه، يبقى انا كانت مشكلتي هنا في هذا الراجل ايه، ان هو اي نعم عنده كل حاجة كويسة والميوكس بتاعه عنده كويس، بس للأسف الميوكس بتاعه يا ثيك زيادة عن اللزوم، زي ما هفهمك الموضوع دلوقتي عامل ازاي. يا اما عندي انا عايز اخلي ايه، يبقى انا لو الميوكس ثيك انا عايز افكه، يا اكسر الميوكس نفسه،
يا اما ازود الووتر اللي موجود يقلل الفيسكوستي بتاع الميوكس، فاقدر اطلعه بالبكتيريا بره ايه، بره جسمي، او بالحاجه الفورين بادي دي. طيب نيجي لعيان، عيان السيستيك فايبروزس، مش عارف ممكن تكونوا سمعتوا عنه او لا. المفروض هنا عندي زي ما انت شايف في الصوره، ده النورمال اير واي، تمام، زي الفل وجميل اهو فاضي. عيان بتاع السيستيك فايبروزس عنده للاسف مشكله، مزوداله الميوكس سكريشنز. خلي بالك كنا لسه بنتكلم عن ايه الحته دي. فانت شايف الايروي عامل ازاي؟ بص الاصفر ده كله، كل الاصفر ده سكريشن، تمام. فيعمل لك ايه، مضيق الايروي، فالعين ده تلاقي عنده ايه بقى، ريسبيراتوري انفكشن، لان انت مش عارف تطرد الميوكس بره الجسم، لان هو ايه، ثيك وفيسكس ولزج وحالته ايه، منيله. فده بنعالجه برضو، بنديله ايه حاجتين، يا حاجه تزود الووتر فبالتالي تقلل الفيسكوستي بتاعت الميوكس، يا حاجه نفسها تكسر الميوكس، او ايه، خليه تكسر الميوكس او البوند اللي ما بين الميوكس، فتخليه ايه، سهل وبسيط. ده بالنسبه للعيان ايه اللي بيكح بلغم، بيكح ببلغم. طيب هاجي لك هنا في الصوره زي ما انت شايف كده، عيان تاني ما بيكحش ببلغم، ده بيكح ويقول لك يا دكتور ده انا بكح كحه ناشفه وما عنديش بلغم خالص، تمام. ده عيان ما عندوش بلغم، دخلت هنا حاجه عماله تعمل اريتيشن 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 اريتيشن، تن 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 تن، عامله اريتيشن للريسبيراتوري تراكت. يقوم الريسبتور زي ما احنا عارفين بعت للمخ تعمل ايه، الميكانيزم بتاع الكف ده، ويقوم ايه، يقعد يكح كحه ناشفه. فانا ده لو عايز اديله دواء، هديله دواء ايه؟ تخيل معايا انا عندي هنا الحته دي فاضيه، او نمسح بقى اللي كنا ايه اللي عاملينه هنا ده، مسح البتاع كله. طيب بص معايا، انا عندي هنا نتيجة الايه الكحة الكتير عملت زي دامج في اللايننج ده، فبقت عندي ايه الريسبتورز دي، او الايه الريسبتورز دي باينة، طالعة ايه اكسبوزد، فبالتالي اي حاجة هتخش هتقوم عاملة لها اريتيشن. فانا يا اما هديك دواء، او هقول لك ان احنا هندي دواء يعمل طبقة كده عازلة على الريسبتورز دي، بيحميها، فبالتالي يقلل الاريتيشن، فبالتالي ما يبعتش للمخ والعيان ما يكحش. يا اما هديك دواء نفسه يشتغل على الريسبتور نفسها، لان انت اصلا كده كده كحتك ناشفه ملهاش لازمه، هديك دواء يشتغل على ايه، الريسبتور ايه نفسه، يقلل او يعمل زي تقول كده انهبيشن في الريسبتور ده، فبالتالي الريسبتور ما يبعتش للمخ، فبالتالي الايه العام ما يكحش. طيب لو الدنيا ايه مش واضحه، هتوضح دلوقتي لما اجي ايه اوريك التقسيمه نفسها بتاعت الادويه وافهمها لك دلوقتي. طيب الدراج ثيرابي اوف كف، قلنا عندي نوعين، برودكتيف كف وعندي نون برودكتيف كف. البرودكتيف كف دي كف كويسه حلوه، ليه؟ لانها بتطرد البكتيريا او الحاجه دي من جسمي. النون برودكتيف ملهاش لازمه، انت بالكح ما بتطلعش حاجه اصلا، لان انت ما فيش ميوكس يمسك في الحاجه يطلعها، تمام. طيب التايبس اوف دراج زي ما قلت لك، ميوكو ليتكس من اسمها ميوكو، ميوكس ليتكس ايه، اكسر الميوكس. فهتلاقي ان احنا عندنا دواء اسمه الان اسيتايل سيستاين وهنتكلم عنه، ده بيبريك الميوكس بوند. لو انا عندي مثلا دي خلايا الميوكس اهي ماسكه في بعضها بوند كده، هو بيكسر البوندات دي، فبالتالي بيخلي ايه الميوكس اقل في الفيسكوستي، او الفيسكوستي بتاعته ايه قليله. يبقى ده الان استايل سيستاين او الميوكوليتكس. نيجي عند الاكس بيكتورنت، الاكس بيكتورنت عايزه يطلع لبره، اللي هو الجوفنسين، ماشي. ماشي بيعمل ايه الجوفنسين ده؟ بيزود الهيدريشن. ايه الهيدريشن من الاخر ايه، الميه، زود لي الميه، يبقى هو ايه هيعمل ثيننج او ايه، هيقلل اللزوق السمك بتاع الميوكس، فبالتالي الجسم يعرف يطرده، يعرف يعمل اكسبل، يطرد، عشان كده اسمه اكسبكتورنت، تمام، يطرد ايه الميوكس ده بره ايه الجسم، ماشي. طيب نيجي هنا لجزء النون ريبرودكتيف كاف، قلنا ان هي ملهاش لازمه. طيب انا لو عايز اشتغل لما جيت شرحت لك دلوقتي قلت لك انا عايز اوقف الكح، احنا قلنا الكحه ليها جزء سنترال في المخ وليها جزء بريفرال. ايه هو الجزء البريفرال؟ لو فاكر الريسبتور اللي كنت راسمه لك بالاحمر، يعني تعالى كده قرب، الريسبتور اللي كنا راسمينه ايه باللون الاحمر ده، هو ده البريفرال، ماشي. قلنا الريسبتور ده يا اما اعمل له انهبيشن، ماشي، يا اما ايه من الاخر هغطيه، احط له حاجه ايه تغطيه وتقلل ايه الانفلاميشن اللي بيحصل، او حاجه تقلل الانفلاميشن وتزود ايه الهيدريشن في الوول او في الريسبيراتوري تراكت، الوول بتاع الريسبيراتوري تراكت، تمام. طيب السنترال حاجات شغاله على المخ، مين اللي شغال على المخ؟ الاوبيويدز. الاوبيويدز احنا عارفين انها ليها ريسبتورز في المخ. عندي هنا دوايين، دواء اسمه الدكسترو
متروفان ده نون ادكتيف. طب لما اقول لك ان هو نون ادكتيف يبقى تتوقع ان هو ما بيشتغلش على ايه؟ ما بيقللش البين. هو استحاله يقلل البين زي الكودين، تمام، اللي بيبقى موجود ان هو ايه، شغال فقط على الريسبتور بتاع الريسبيراتوري سنتر، ملوش دعوه بالبين ريسبتورز اللي موجوده ايه في المخ. ويجي عندي دواء اسمه الكودين، ده مايلد ادكتيف، ويعني مايلد ادكتيف ومحدش بياخده غير ببريسكريبشن. ماشي، ده اهم حاجه تعرفها ايه عنه. طيب نيجي للحاجات البريفرال، حاجات اسمها الديمولسنت، او عايزك تسميها بقى ايه، انا بحب افتكرها بالعسل، الهاني. ليه؟ لو تفتكر العسل ايه، لزج و سميك وتقيل، عامل زي مين؟ عامل زي الميوكس. والعسل عامل زي الميوكس. فبالتالي ايه، بيبطن الريسبتورز اللي احنا كنا راسمينها من شويه، فبالتالي بيقلل ايه الانفلاميشن او ايه، بيقلل الانفلاميشن او الاريتيشن للريسبتورز دي. طيب البنزو نتيت ده، تمام، بنديه ده اللي كان بيعمل انهبيشن ايه للريسبتور، بيقفل الفولتج جيتد صوديوم تشانل، ومش لازم تعرف الكلام ده، اهم حاجه هو بيعمل انهبيشن ايه للريسبتورز. واخر حاجه الستيم انهيليشن. ايه هو الستيم انهيليشن؟ هجيب لك صوره هنا حلوه. شايف الراجل ده؟ هو الراجل ده هو ده الستيم انهيليشن. تجيب حله ترزع فيها شويه ميه، ايه، تسخنها، حط الفوطه وبتقلل لك الدنيا. طب ليه بتقلل الدنيا لو انت عندك ايه دراي برودكتيف كف؟ دراي قصدي كف، مش نون برودكتيف يعني. ليه بقى بيقلل الدنيا دي؟ بتعمل هيدريشن للريسبيراتوري تراكت، ما انت بتستنشق الستيم ده. فلما يجي يعمل هيدريشن، اولا هيعمل حاجتين، هيكوت الريسبتور ده، ماشي، يحميه من الاريتيشن. تاني حاجه يعني زي ما تقول كده هيزود حته ايه بيسموها ايه، هيزود الووتري سكريشن اللي موجوده، ماشي، في الريسبيراتوري تراكت. فبالتالي لما يزودها ايه، هيعمل برضو كوتنج للريسبتور ويمنع الايه الاريتيشن. يبقى هو هيمنع الاريتيشن عن طريق ان هو هيقلل اولا الانفلاميشن اللي موجود في الريسبيراتوري تراكت، وهيعمل ايه، يعمل زي ووتري سكريشن وايه، والجسم يبدا ممكن يعني يحاول يساعد الجسم ان هو يطلع، يعني لما الووتري سكريشن دي تطلع الجسم ايه، يبدا يصنع ايه ميوكس ويحمي برضو ايه الريسبتور. تمام. ده كان بالنسبه ايه للثيرابي اوف كاف. انا زي ما انت شايف كده ايه، ما حبيتش اخش معاك في مواضيع كبيره في الثيرابي اوف كاف، عشان ايه، اصلا المحاضره طويله وهي عليها كلام قليل في المحاضره. انت اهم حاجه بس تعرف امتى بستخدم الميوكوليتكس، ميوكوليتكس والاكسبكتورنت، ايه اسماء الادويه اللي هو الجوافنسين ده او الجوافنسين والان اسيتايلسيستاين، تمام. وتعرف الحاجات اللي بستخدمها في النون برودكتيف كاف، ان انا عندي جزء سنترال وجزء بريفرال. والله السنترال ده شغال على المخ، يمنع الحاجات دي منه الاوبيويدز اللي هم نون ادكتيف وادكتيف ومايلد ادكتيف. وعندي الجزء البريفرال اللي هو يا شغال ببطن البطانه، مين اللي بيبطنه؟ الديمولسنت والستيم انهيليشن، يا اما بمنع الريسبتور ان هو يبعت للمخ اللي هم مين، البنزوداتيت اللي بيعمل ايه القصه دي. تمام. نيجي كده نبص بصه على ايه المحاضره. طيب بيقول لك هنا ايه، الدراي ثيرابي اوف كاف از بروتكتيف ريفلكس، مش عارف ايه، قلنا بيحمي الفارنج واللارنج والتراكيه والبرونكاي، وشرحنا القصه بتاعته، وقلنا ان هو بيروح للكاف سنتر اللي موجود في الميدالا اوبلونجاتا. تمام. عندك الاكسبكتورنت او الكاف ستيمولانت، اللي هم الاكسبكتورنت قلنا ان هو بيزودوا الفوليوم او بيعملوا هيدريشن او يزودوا ايه الووتري سكريشن، فبالتالي يسهل عمليه ان انت ايه تعمل اكسبيل اوت او تطرد الاورجانيزم من جسمك. الميوكوليتكس قلنا ان هم بيكسروا الميوكس الثيك اللي موجود ده، وده بنستخدمه في حالات السيستيك فايبروزس عشان الميوكس كان كتير وكان ثيك زي ما شرحنا. تمام. نيجي نخش كده نشوف هيقول لك ايه، يقول لك الادويه الجوافنسين، الجوافنسين had expectorant effect by reducing قلنا الفيسكوسيتي اوف التراكيه اند برونكيال سكريشن عن طريق ان هو يزود الووتر. تمام. ده اوفر ذا كاونتر ميديكيشن، يعني ممكن تشتريه من اي صيدليه. تمام. وموجود في الانتنسيف كير ايه يونت. سايد افكت كله عندهم مينيمال توكسيستي، فانت مش محتاج تحفظ سايد افكت اصلا. اهم حاجه في الاسايلسيستاين تعرف ان هو بيكسر الداي سلفايد بوند في الميوكس جلايكوبروتين دي، فبالتالي بيخلي الميوكس لث فيسكس او لث سك، يعمل له ثيننج يرفعه. تمام. واهم حاجه فيه كنا شرحناها قبل كده في كورس البيزك، الجلوتاثيون دونر، ده دونر في الاسيتامينوفين ايه اوفر دوز. فكره الاسيتامينوفين اوفر دوز ان هو الاسيتامينوفين لما بيتكسر بيطلع حاجه عندي في الجسم توكسيك، الليفر المفروض بياخدها ويعمل لها ديتوكسيفيكيشن عن طريق دونر او حاجه اسمها الجلوتاثيون.
تمام. الجلوتاثيون ده للاسف بيحصل فيه اكزوستشن لو انت واخد هاي دوز اسيتامينوفين او اوفر دوز يعني، فبالتالي بدي لان استايل سيستاين ده زي كده بيسموه ايه، لو انت بدي توكسين ده الترياق بتاع التوكسين ده بيزود الجلوتاثيون، فبالتالي يساعد الليفر في ان هو يعرف يعمل ايه ديتوكسيفيكيشن للايه للتوكسيك ميتابولايت ايه اللي بيطلع. تمام. هو الانتيدوت يعني بتاع الاسيتامينوفين اوفر دوز. يعني لما يجي يقول لك ايه الانتيدوت بتاع الاسيتامينوفين اوفر دوز، هتقول له لان اسيتايل سيستين، هتقول له ليه، هيقول لك ليه قصدي، هتقول له انت ايه عشان هو جلوتاثيون دو نور مهمه جدا. تمام. قلنا ان هو ميوكوليتيك يوزد فور سيستيك فايبروزس، وشرحنا ليه في الناس اللي بيعملوا تراكيوستومي او بيعملوا شق في الناس مثلا قاعدين في الاي سي يو او كده، وقاعدين على فنتليتور، لو قعدوا فتره كبيره على الفنت ممكن يحصل لهم ريسبيراتوري انفكشنز وبلاوي زرقاء او نيمونيا، فبيعملوا لهم تراكيوستومي يعني، او تعمل لهم مشاكل في بقهم، لان انت عندك ايه الفنتليتور ده بيبقى داخل من البق كده، فانت لو قعد فتره كتيره ممكن يعمل لك بقى مشاكل في البق وانفكشنز وبلاوي زرقاء، فبيفتحوا ايه زي حته في التراكيه كده ويدخلوا منها ايه التيوب بتاع ايه التنفس. تمام. وقلنا بنستخدمه في حالات الانسبيسيتد ميوكاس سكريشن، اللي هو ايه الميوكاس سكريشن زياده يعني. وفي الاسيتامينوفين اوفر دوز زي ايه ما انا لسه قايل لك، سايد افكت مينيمال توكسيستي. والصوره دي اللي شرحناها كده ما خلصنا اول محاضره. مستنيكم في المحاضره القادمه ان شاء الله، محاضره البرونكيال ازمه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.